القديس يوحنا الإنجيلي في رسالته قال: نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة. واعتبر القديس يوحنا أن البصيرة الروحية من أعظم العطايا المسيحية. فقدان البصيرة ديت أكبر عمل يفرح الشيطان. ذكرني الكلام ده بواحد من أبطال العهد القديم اسمه شمشون. أول ما الشيطان كمل خطته إنه يذل شمشون، كان خطة الشيطان إنه يذله، وكلمة إذلال دي اتكررت أكتر من مرة في سفر القضاء في الإصحاحات 13 14 15. فبداية الذل اللي ذله الشيطان لشمشون، أول ما مسكوه أقطاب الفلسطينيين أول حاجة عملوها عموه. فلما فقد البصر في العهد القديم، يعني البصيرة في العهد الجديد، أول ما الشيطان مسكه ضربه في عينيه. يعني بعد ما اعتدى على الندر بتاعه وهو باح بالسر اللي جواه، سر القوة، واستلموا الشيطان، أذاه في عينيه نمرة 1. وآخر دقايق في حياة شمشون طلب من الله طلبة شديدة، قال له: استجبني أرجوك لكي أنتقم لعيني من الشيطان اللي ضيع البصر مني. وانتقم نقمة شديدة جدا، واللي قتلهم من الفلسطينيين وهو بيموت أكتر من اللي عمله في حياته. فبيقول: نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة. زي العين بالنسبة للجسد، فعلا العين بالنسبة للجسد زي النور بتاع الجسد. والمسيح له المجد قال: إن كانت عينك بسيطة، يعني فيها روح الله، لأن ربنا بسيط، جسدك كله يكون نيرا. وإذا كانت شريرة، جسدك كله يكون مظلما. فانظر إذن لئلا يصير النور الذي فيك ظلام، فالظلمة هتبقى شكلها ايه، جسدك هيبقى ايه. فالإنسان المسيحي بالأكثر الخدام اللي حصلوا على البصيرة دي بكثرة بزيادة شوية. اشمعنى الخادم؟ يعني متنور أكتر من غيره، يعني بيعلم، يعني بيقول، يعني بيرشد الآخرين، يرشدهم ازاي؟ لو سعرف السكة فبيمشي. لكن إذا كان عاوز يرشد الآخرين وهو فاقد البصيرة، خطر. يقول: أعمى يقود أعمى، يسقطان كلاهما في حفر. فالخادم، خادم المسيح الحقيقي، حاصل على البصيرة وخايف عليها جدا، ودايما يدور على النور اللي جواه ده لئلا يصير النور ظلام. مهمة أوي 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 أوي. البصيرة ديت الداخلية وهبت لنا كلنا في المعمودية. يوم حد التناصير في الكنيسة بنقرأ إنجيل إيه؟ المولود أعمى، مسيح فتح. وبيسموا المعمودية استنارة، خلقة جديدة وفيها النور ده مش فكر يا أولاد، ده مش فكرة، ده فعل. ده المسيح أعطانا هذه البصيرة. نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة. البصيرة دي إيه في الحياة طول اليوم؟ طبعا واحد بيميز، بيشوف فبيعرف. يعني يسميها مثلا التمييز الروحي. في الأيام اللي احنا عايشين فيها دي كثرت الأسئلة، كتير 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 أسئلة، سؤال 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 سؤال، ربما ملايين الأسئلة. يعني فاكرين البابا شنودة الله يقدس روحه، أول ما يقعد على الترابيزة اللي كان بيوعظ، يعني بتلاقي الأكوام الورق جاي على مدى 40 سنة. دي فيها إيه؟ فيها أسئلة. عد الأسئلة، ملايين الأسئلة، ملايين الأسئلة. فيها حاجات متكررة كتير وفي حاجات ملهاش حدود. كانت الحكاية دي بتزعجني جدا. ليه؟ قال: طب الناس مش عاوزة تعرف؟ الناس عاوزة تعرف، رغبة في المعرفة كتير أوي 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 أوي.
لكن كانت بتزعجني على أساس إن الناس، معظم الناس فاقدي البصيرة، مش شايف، مش قادر يميز، مش قادر يعني يعرف سكته. وأنا متأكد إذا كان إنسان مملوء من روح الله ومنقاد بروح الله اللي داخله اللي جواه لا يحتاج إلى أسئلة، لأن الروح زي ما المسيح قال يرشدكم إلى جميع الحق. اللي جواك ده الروح القدس يوريك، يرشدك إلى جميع الحق، كما تعلمكم هذه المسحة عينها. المسحة لكم مسحة من القدوس، وكما تعلمكم المسحة وهي حق مش باطل. المسحة اللي احنا خدناها اللي هي نعمة الروح القدس الحال في كل واحد فيكم، ده موجود بيرشدك لجميع الحق. البصيرة توفر على الواحد حاجات كتيرة قوي، امشي هنا ولا هنا والسكة دي ولا دي. طبعا عشان واحد يعيش في ملايين الطرق في العالم للحياة، كل واحد عنده عقل. وقال إشعيا النبي في القديم كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه. كل واحد عنده طريقة للعيشة مبسوط بيها، مليون طريقة للحياة، لكن يفضل برضو الكلام بتاع المسيح اللذيذ أوي أول إيه؟ أنا هو الطريق. ملايين الطرق، لكن في حاجة اسمها الطريق، ألف لام، مفيش زيه، طريق واحد. لما يلاقيه الواحد جوه نفسه شخص المسيح يبقى يقول لك عارف سكتي. لا تكونوا محمولين بكل ريح تعليم. طب تعليم موجودة دلوقتي، يعني سامحوني في الكلمة، في الكنيسة عندنا 5200 مفتي، كل واحد عمال يفتي، كل واحد عمال يقول ويقول ويقول ويقول، وحاجات كتير غلط. احنا مش محتاجين لده. انت محتاج انك تسمع الصوت الداخلي اللي هو الروح القدس الإله يتكلم فيك، اني اسمع ما يتكلم به الرب الإله فيا. ميل ودني واسمع. صدقوني كتير قوي الواحد تبص لاقيه يعني يقول لك ايه، سمعت وعظة بقيت فرحان قوي، وبعدين مرة تانية سمعت وعظة لقيت نفسي ديبريسد تعبان قوي، ومرة لخبطوني. في واعظ لا يخطئ، في الروح القدس اللي جواك يعلمك كل وصايا المسيح في النور. مش ممكن الواحد يبقى متلخبط. عشان كده بقول لكم احنا بعاد عن نفسنا، بس احنا ملخومين بحاجات كتير. لكن ادخل تلاقي المسحة، يسأل واحد يقول لي ازاي اميز صوت الروح القدس في الداخل. افكار كتيرة بتجيني، نظريات كتيرة قوي. اميز صوت الروح القدس ازاي؟ اعرف ازاي ان ربنا، اعرف ازاي ان ده صوت ربنا؟ انا متأكد برضو ان الحكاية دي فيها يعني شوشرة، الواحد بيشوشر على نفسه. المسيح له المجد قال خرافي تسمع صوتي ولا تسمع صوت الغريب. يعني واحد مرتبط بالمسيح حبه قوي من كل قلبه، بيعبده بإخلاص. صوت المسيح مميز جدا. صوت الروح القدس اللي جوه لا يمكن يختلط مع أي أصوات تانية أو أي أفكار تانية. لما يختلط الأمر على الواحد قوي يعني يروح لأب اعترافه. هو أبونا ده بيفهم في كل حاجة؟ لا، ما أقصدش إن يروح يسأله في المذاكرة والبزنس والشغل والمشاكل وإيجارات الشقق لا، ما يسألوش في ده. يسأله من جهة صوت الله اللي فيه. إذا كان الواحد مش قادر يميز، طب وش معنى أبونا؟ مصل أبونا ده يعني مش هو بيفهم أكتر من الناس؟ لا، احنا مش كده. أمال إيه؟ الإنسان الروحي اللي فينا، اللي أنا بقولك عليه مولود فينا بالمعمودية، ده مولود على ايدين ابونا. اتولدنا ازاي؟ احنا مولودين على ايدين الكهنوت المقدس، ده الميلاد. فلما بروح استشير ابويا بستشيره بنعمة الروح القدس الساكن فيه عشان يوضح لي الامر المختلط عليا. مرة رحت لابونا ميخائيل ابراهيم، قلت له انا متلخبط قدامي يعني امرين كده، وانا كاهن
سكة امشي فيها وسكة تانية مش عارف هل امشي هنا ولا امشي هنا ولا اعمل ايه. رد عليا رد عجيب قوي، قال لي دور على السكة اللي فيها الخسارة وامشي فيها. قلت له ده ايه ده؟ قال ما هو قال اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ما تدورش على السكة اللي فيها ايه راحتك وانبساطك ومزاجك، لا دور على السكة اللي فيها جهاد، دور على السكة اللي فيها يعني معافرة. ما تدورش على الطريق الواسع. انا ما كنتش ادرك الحاجات دي، فلما حطيت قدام الامرين اختار لي فعلا السكة اللي فيها تعب والنهاية كويسة. عشان كده بقول لو اختلط عليك الامر، لكن انا متأكد اذا كان الواحد يستشير الروح اللي جواه في امور خلاصه وحياته الابدية يلاقي السكة واضحة زي الشمس. نحن نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة، ما تفرطش فيها، ما تسيبش البصيرة دي عشان تروح. طبعا المدخل البصيرة العين البرانية دي يعني اللي هي الحتة البرانية من الكاميرا. مار إسحاق قال كل من يطلق لسانه بالجيد والرديء على الناس لا تسكن فيه نعمة الله. كل اللي لسانه سايب يقول كلام كتير حلو ووحش عن الناس، النعمة ما تسكنش فيه. كل اللي يسيب عينه البرانية دي على الحلو والوحش يشوف ويروح ويدور ويعمل، النعمة ما تسكنش فيه، يفقد البصيرة. العين البرانية دي وراها تحت جوه العين البصيرة الداخلية، فإذا بوظت دي تبوظ الجوانية. عشان كده علمونا الآباء تبص بعفة، تبص بقداسة، تبص بعين كويسة، ما تبصش للشر، ما تبصش يعني المحبة ما تعرفش انك تدين، تبص بدينونة، دايما سلبي، دايما الناس وحشين في نظرك، دايما تشوف الجانب الوحش. كل ده دي امراض تصيب البصيرة الداخلية. اما المتقدس في الداخل عينه من جوه البصيرة شغالة تردي على البرانية، فتلاقيه دايما يبص للحلو وللكويس، بينظر نظر بعين المسيح حلو. النقطة الثانية في حياة شمشون كنت بقرأ النهاردة انه فرط في السر. العلاقة اللي بينه وبين ربنا كانت علاقة ندر وعلاقة تقديس وهو بطن امه. الملاك قال لها ما تشربيش خمرة وتسيبك من نجاسات في العالم لان ده نذير الرب ندر، واوعي يعني اعملي خلي شعره زي ما هو حدش يمسه، ده كله بتاع ربنا. العلاقة السرية الجميلة ديت هي كانت مدياله قوة فائقة. وبعدين لما زهق ورمى نفسه ورمى راسه على ركبتي دليلة وفرط في السر. ايه الحكاية؟ قال لها انا نادر لربنا وانا بتاع ربنا وانا بتاع ربنا. احنا اولاد سر الله. ايه المعمودية؟ سر، مين يعرفه؟ اللي يعيشه اللي ياخده. ايه المسحة؟ سر. خلي السر اللي جواك ده فعال بينك وبين ربنا. بلاش التباهي وعرض الاسرار للي بره. انا بكره التلفزيون في القنوات المسيحية لانه بيجيبوا السر الالهي الخطير جدا، سر التقديس، والكاهن عمال يقطع ويقسم ويعمل، والناس قاعدة تشرب شاي وتعمل مش عارف ايه وده موجود قدامه. دي اسرار، دي اسرار، اسرار الهية عاشت القرون الطويلة. في الأديرة لما تروحوا كنايس تلاقوا المذبح جوه قوي، الهيكل كبير والمذبح جوه، والناس اللي بيصلوا ما يشوفوش ده. دي أسرار. عرض الأسرار: لا تلقوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم أمام الخنازير، هتدوسها برجليها. سر التقديس المسيحي، المعمودية المقدسة، ده سر جواني ماله ومال البرانيين. المسحة من القدوس اللي نلناها دي لتقديس النفس الداخلية بكل ما فيها، مال ومال البر. في العهد القديم واحد من الأنبياء الكبار اسمه حزقية ملك،
حزقيا الملك مرض، وبعدين ربنا شفاه، فانبسط قوي. يقولوا الناس الجيران من الوثنيين عشان يزوروه ويهنوه انه عاش. طب كويس، ناس برانيين جم يقولوا لك الحمد لله بالسلامه، اعمل لهم اكل ومشيهم. لا، ما اعرفش مين اللي شرع عليه المشوره دي. راح مطلع كل خزائن الهيكل وكل المقدسات من الخزاين ووراها للضيوف. ليه كده؟ قالوا اشعيا النبي. قال له مين كان عندك؟ قال كان عندي المرسلين من ملك مؤاب ومرسلين مش عارف ملك ارام وبتاع. قال له شافوا ايه عندك؟ قال له شافوا كل المخزون السري. قال له ما يفضلش منه حاجه، هيجوا يستولوا على اورشليم وعلى الهيكل وياخدوا كل ده. خلي ليك اسرار محدش يشوفها، ما تكشفهاش قوي للشيطان وللناس والتفتخر بيها. ده احنا عندنا 500 خادم صوت. ايه الافتخار ده؟ ليه؟ ده احنا عندنا يعني تعالى شوف المواهب. اما كنت هترسم كاهن، راح ابونا بشوي للبابا وقال له ايه يعني نكتب في الاهرام قبل الرسامه ونعلن كده للناس ان ده راجل في مركز والكليه والناس واصحابه وبتاع، هنعمل اعلان في الاهرام انه ده هيترسم قسيس وانه مش عارف ايه. قال لي يا ابني ليه داري على شمعتك تولع. ليه؟ ايه فايده الاعلان؟ السر المقدس اللي احنا خدناه محتاج ايه؟ قال محتاج حياه سريه معرفهاش حد. سر الزيجه يعني واحد يتجوز واحده، قال يروحوا لوحدهم، ده بينهم وبين بعض حياه محدش يعرفها، محدش يطلع عليها. سر زيجه. من اتحد بالرب صار روحا واحدا. في سر الزيجه الروحي اللي بين نفسك وبين المسيح عريس نفسك، دي اسرار. سر الصلاه، كلمات الحب اللي الواحد يقولها للمسيح. انا لحبيبي، حبيبي لي، شماله تحت رأسي يمينه تعانقني. ده ايه ده؟ قال ده اسرار. دي حاجات مش للبروباجندا والمناظر والكلام واليفط، دي اسرار. القديسين كلهم الكبار بتوعنا عاشوا هذا السر. من بره زي خيمة الاجتماع غلبانة، من جوه مجد أبدي. خلي لك سر مع ربنا، سر سكن الروح القدس فيك، سر قيادة الله ليك، حاجات أسرار. أقعد أحكي. لما طرحها شمشون غابت عنه القوة، كشف سر القوة. عارف زي مثلا حد عنده شوية غنى، يعني شوية ألماظ وذهب وتحف، حاجات بالبلايين، وهو فرحان بيها قوي، ويجي في الشارع، في شارع زنانيري مثلا، ويروح فرشها. يفرش الحاجات اللي ببلايين الغالية جدا في الشارع في السوق. يقول لك شوف عندي ايه. طب دور بقى، جميع اللي انت عارفينهم يعني خلصوا عليه. كل اللي يكشف سره الداخلي يتهان. خلي ليك سر مع الله محدش يعرفه، لا ابويا ولا امي ولا اولادي ولا حد. في بيني وبينه حاجة خاصة جدا 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 لا يطلع عليها احد. على فكرة يا اولاد، لما انا اقف اصلي، اي واحد يقف يصلي، يعني انتوا عارفين الشيطان يعرف مثلا بصلي بقول ايه؟ ما اعرفش، هو بيخمن، لكن اللي بيني وبين ربنا ما يعرفوش. اذا اتكلمت وقلت، لو انا ساكت ما بتكلمش وواقف امام الله ما يعرفش، ما عندوش القدرة انه يعرف السر اللي بيني وبين الله، لكن هو بيخمن. في قصة كبريانوس ويوستينا، كل ما يروح يشوفها تلاقي واقف يصلي يجي له رعب. خلي بينك وبين ربنا هذا السر، الندر بتاع شمشون ده. خلي الندر ده ما حدش يطلع عليه. مش لازم يكون ندر بتولية ولا ندر خدمة شموسية ولا كهنوت.
ده كل المسيحيين عندهم السر ده، سر الله في قديسيه، سر المعمودية المقدس، الولادة من الله. شكلها ايه وزي اخبارها ايه الولادة؟ سر ملء الروح القدس اللي في الداخل. يسكت الواحد، يسكت قوي قوي قوي، وبعدين يسمع صوت الروح. زمان كنت تسمعه بوضوح جدا وانت عندك 6 سنين 5 سنين 6 سنين، والواحد يعني يعمل اي حاجة لا تليق، يكذب، الصوت اللي جوه ده كان رهيب. والبصيرة كانت في أوج قوتها. افتكر أول مرة تعمل حاجة وحشة وشوف التبكيت الشديد، صوت جامد قوي. لما الواحد يفوت بقى يقول لا معلش وهي يعني ما كل الناس كده ابتدي الصوت ده ايه، حتى درجة انه ما تسمع. يجي وقت قال عنهم الانجيل يشربون الاثم كالماء، يشرب الخطية وما يحسش بيه زي المية. بينما الصوت في الاول كان في منتهى القوة. لا يعني لا، حرام يعني حرام، عيب يعني عيب. لما الواحد خلاص، عشان كده رجع قال إن سمعتم صوته فلا تقسوا خلقه. خلي ودنك حساسة للي جواك، للسر الإلهي اللي انت خدته في الميرون، اللي ممكن يرشدك إلى جميع الحق ويأخذ من المسيح ويعطيك. برضه ما ينفعش الواحد يسمع الصوت ده دلوقتي في وسط الدوشة، لازم يكن، لازم يختلي، لازم يدخل مخدعه بحسب وصية المسيح ويغلق بابه ويسكت كل الشوشرة ويحط ودنه يميلها قوي لما يسمع الصوت في الداخل. بسبب كثرة الخطايا كأن الروح مش فينا لكن هو موجود. بسبب كثرة الخطايا بيحصل حزن للروح اللي جوه. لا تحزنوا روح الله، لا تطفئوا الروح، ده نار. نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، بالفعل أعطانا. فاحفظ البصيرة، احفظ عينك سليمة كويسة، عود عينك انها تبص للسماء كتير 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 وللقديسين كتير، وتدخل الكنيسة وتشبع من التأمل في الكنيسة. ادخل وقال أتفرس في هيكلك المقدس، مش أبص في الهيكل، أبص بعمق، لأن ده مكان حلول الله، جسد المسيح ودمه. الداست الحاجة دي داخلين الكنيسة وطالعين من الكنيسة وبيتكلموا في الكنيسة وبيعملوا أي حاجة في الكنيسة. ليه؟ لأن البصيرة خست. مش في ناس كتير شافوا ملائكة في الهيكل في أيامنا الحالية؟ ليه؟ عندهم بصيرة. مش في كتير شافوا قوة الله في التاريخ بتاعنا؟ مش ماري بطرس خاتم الشهداء يقول ما اقدرش اقعد على كرسي ماري بطرس، قال شفت قوة الله حل عليه. بصيرة. من غير البصيرة دي مش هتدرك الأسرار، مش هتشوف في القداس حاجة. نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، نشكره ويديم علينا النعمة دي. خلي فينا دايما الوعي والصحو الروحي والبصيرة. لربنا المجد دائما أبديا أمين. حد يجي يروحني بقى. إن الإيمان مسلم مرة للقديسين لا يتغير بالزمن. فعلا يا أولاد إيماننا ما بيتغيرش. أما كون المسيح له المجد صلب عريان للعالم، هو مخلص العالم، وما كانش ممكن يتصلب في أوضة، ده موضوع، ده مش ده. أما الأسرار بتاعتنا، سر المعمودية المقدسة، ما كانش يطلع عليها في تاريخ 20 قرن، ما كانش يقدر يحضرها واحد غير مؤمن. والقداس برضو على مدى 20 قرن كان في جزء للموعوظين يسمعوا الرسائل، يسمعوا الوعظ، وأول ما يجي حاجة اسمها قداس المؤمنين يخرجوا غير المؤمنين بره، فما تتلخبطش.
مين ما شافش ابونا بشوي يا اولاد؟ من نعم ربنا علينا ان عظات ابونا بشوي لمدة طويلة، وفي اكتر من 150 عظة موجودة. وقلت لكم هاتوا واسمعوا، مش مهم تشوف ابونا بشوي بالجسد، لكن حياته وتعليمه وعمقه وحبه للمسيح وخدمته كلها في العظات دي قيمة جدا جدا، ولازم الواحد يجيبها ويسمعها ويدرسها. فاوعدوني يا اولاد اللي ما شافوش ابونا، اوعدوني انكم تجيبوا الشرايط ديت وتسمعوها، مش للتسلية، تسمعوها لان دي ربة الاجيال كلها. نمرة 2، اللي ما شافش ابونا بشوي يصلي صلوة كويسة ويقول يا رب ورهوني، هيشوف. صدقني لو صلى بإيمان هيشوف. ولا صعبة؟ وبعدين شوية كلها شوية أيام ونطلع نشوفه. يعني اللي يبتدي بجد بنية خالصة الروح بياخد بإيده ويعلمه. مفيش حد ابتدى يطلب بنية خالصة وما خدش، لأن المسيح له المجد قال إيه؟ كل من يسأل يأخذ، وقال يعطي الروح القدس للذين يسألون. يستحيل واحد يطلب المسيح بقلب خالص، وواحد ده من ولاده ابنه. وقال أي أب منكم وانتوا أشرار، إذا كنتوا وانتوا أشرار بتعرفوا تدوا ولادكم، أمال أنا إيه؟ فما فيش حد، احنا أولاده. بقول لك بنقول أبانا الذي في السماوات، احنا أولاده، احنا أولاد الله بمعموديتنا. ما فيش حد مننا مهما كان يطلب الله بقلب مستقيم وما ياخدش. يقول له يا رب افتح عينيا، يقولها بقلبه مستقيم ياخد للحال، مش حاجة. بابا صادق زمان قال لي حكاية مش ناسيها. قال لي يا ابني احنا الجيل بتاعنا ده اليومين دول زي واحد واقف على الباب والباب مفتوح وبيخبط، وبعدين اللي جوه بيقول له ايه؟ ادخل. يخبط تاني، يقول يا ابني ادخل، يخبط. خد الموقف ده وده انه واقف فيه. قال عمال بيعمل ايه؟ قال بيخبط على باب ربنا، يقول يا رب اديني، يا رب اديني، يا رب ادينا، احنا يا رب ادينا. طب ادخل. يعني تجمد على الوضع ده والباب قدامه مفتوح، وليه انه يدخل واللي جوه بيقول له ادخل، ما بيدخلش. تشبيه حلو ده. اطلبوا يا اولاد، اطلبوا من كل قلبكم، اطلبوا بقلب مستقيم، كل واحد حسب احتياجه يطلب الله ياخد، لان ربنا عاوز يدي.